السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ معلش اتاخرت عليكم بس برضو جايه بحاجه حلوه. خلينا متفقين ان اكتر حاجه بتبيض البشره ممكن تعبي المسام وتديكي لون طبيعي وناتشورال النشا والرز والفاصوليا البيضاء ومنقوع لبان الذكر متحمل على النشا. خلينا متفقين ان في روتين يخلي بشرتي حلوه ونضره ومشدوده ومنفوخه ومن غير ما احط ابر ولا اعمل اي حاجه. خلينا متفقين ان دايما الجمال الطبيعي احسن من اي حاجه، ولو في روتين يغنيني عن ده كله عن الإبر والشكشكة يبقى أنا الكسبان، ولو بدأتي روتينك بدري يبقى أنت برضو الكسبان. أنا مش بقولك الروتين ده مش مجهد، بالعكس ده أنت بتحافظي على بشرتك وما بتخليهاش لا مترهلة ولا عرضة للتجاعيد ولا بتعبي المسام والخطوط بحاجات ضارة تخليها شكلها مش أحسن حاجة. أنا عايزة أقولك إن أنت ممكن تعملي بوتوكس وفيلر بأقل التكاليف. عايزة أقولك إن أكتر حاجة بتنفخ البشرة هي الخميرة واليانسون والحلبة الحصى، دي من أهم الحاجات. وطبعا العرقسوس مبيض وبينفخ لو اتشرب، بس ده عشان ما يكونش عندك ضغط لأنه له علاقة بالضغط. من الحاجات الحلوة جدا جدا اللي بتشد البشرة وبديل الخيوط وبتعمل نتيجة حلوة جدا جدا وبترمم الجلد وتخلي الجلد سميك ومش مترهل ومش عرضة للتجاعيد، الصمغ العربي والبان الذكر ومر البطارخ وحاجات تانية كتير. بس لازم يعني عايزة اقولك ان كل ده من الطبيعة، لو ما كانش الطبيعة ما كانوش توصلوا للحاجات التانية اللي بيحقنوها لنا. عايزة اقولك ان البوتوكس من اخطر البكتيريا او الحاجات اللي بيحقنوها لنا. يعني ايه؟ انت بتشد للعصب، تمام كده. خليني اقول لك ان في كولاجين كتير جدا 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 في خضار زي الباميه والملوخيه والقلقاس والحاجات دي كلها، لو شفتيها وطحنتيها وعملتي وسلقتيها او خدتي منها معلقه على اي حاجه، هو ده الكولاجين. ده الكولاجين النباتي، وفي كولاجين بحري وفي كولاجين حيواني، تمام كده. كل الحاجات دي طبعا انتوا كلكم عارفينها، ولو كلناها صح وعملنا روتيننا صح يبقى الدنيا هتبقى جميله. طب تعالي ما اقولك على وصفه حلوه قوي 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 هتغنيك عن حاجات كتير. هتجيبي لي معلقه فاصوليا بيضه، يعني بتاع 10 حبات فاصوليا بيضه مع معلقه رز، تسلقهم لي كويس جدا جدا في لبن حليب، تسلقهم لحد ما يدوبوا تماما وتهرسيهم كويس جدا وتصفيهم بشاشه او بمصفى، وتاخديهم لما يبردوا هتحطي عليهم معلقتين لبن بودره ومعلقه نشا وتقلبي الخليط ده كويس جدا جدا، وتكوني ناقعه قبلها بيومين 3 معالق صمغ عربي او 4 كتل كده كويسين، تنقعيهم في ربع كوبايه ميه، عايزاه زي العسل النحل بالظبط زي ما انا كنت نقعاه. شايفين اللي فاضل مني اهو؟ بصوا بقى عامل ازاي، نشف خالص. بصوا ده الصمغ اللي كان فاضل مني، نشف خالص 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 خالص. تمام كده. انا سايباه عشان اعرفك ان لو انتي شبعت بشرتك بيه ازاي هتبقى سميكه ومشدوده وصعب اي حاجه تاثر فيها. مهما استخدمتي روتين خاطئ او اي حاجه مش مظبوطه برضو مش هتتاثر قوي زي البشره المتهدله او العرضه او الجافه او البشره اللي مش مترممه كويس. طيب عملنا الفاصوليا البيضاء مع الرز ومع المعلقتين اللبن بودره ومعلقه النشا او معلقتين النشا على حسب ما تهرسي ويبقى الخليط معاكي متجانس. تضيفي عليهم ال3 معالق اللي هم في نص كوبايه ميه الصمغ العربي او ال3 كتل، وتقلبي كويس جدا جدا جدا. تمام كده. هتاخدي الخليط ده في علبه معقمه وتحطيه في التلاجة، وكل يوم تستخدميه على بشره نظيفه. ده ينفع حوالين الفم وتحت العيون وفي كل حته. حلو قوي 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 قوي. بتزيليه بميه دافيه هيبقى منشي وماسك جدا جدا جدا، هيعمل كده بالظبط كده بالظبط، هيبقى منشي جدا. تزيليه بميه دافيه وبعدين ترطبي كده. خلصنا شدنا بشرتنا. طيب انا عايزه اقول لك ان انت لو عايزه تحافظي على الشد ده وعايزه تظبطي امورك هتجيبي لي كبسوله واحده من الاوميجا 3، معلقه واحده من زيت الورد، معلقه صغيره معلقه شاي، معلقه من زيت لبان الذكر، معلقه من زيت الحلبه. تحطهم لي دول في قطاره غامقه زي سيرم كده، وتاخدي لي نقطه واحده، نقطه نقطه نقطه، وتوزعيه على بشرتك كلها وتنامي بيه. تحدي لو استخدمتي الوصفه دي، اعملي الكميه اللي تكفيكي اسبوع. لو استخدمتي الوصفه دي اسبوع، لو بشرتك ما اتغيرتش 180 درجه الغي لي الفل. لو بشرتك اتغيرت 180 درجه، عايزه اوصل القناه ل100,000 متابع. اقل ابلكيشن عندي فيه اكتر من 300,000 متابع.
فعايزة القناة توصل ل100,000 متابع، عشان أنا في تحدي زي ما أنا ببقى معاكم في التحديات بتاعتكم، انتوا كمان تبقوا معايا في التحديات بتاعتي. طب أقول لك حاجة حلوة كمان، لو عايزة تنضفي بشرتك كويس جدا ما يبقاش فيها أثر حبوب ولا أثر زيوت ولا أي حاجة، هتجيبي لي على طرف معلقة الشاي نص معلقة بيكربونات الصوديوم في كوباية مية اللي هي 250 مللي دي، وتحطي معاها معلقتين جل صبار وتقلبي كويس جدا جدا، وحطيهم في ازازه، وحطي معاها اي شامبو اطفال، معلقه شامبو اطفال وحطيها، ومسحي بشرتك الصبح وبالليل، وقولي لي ايه رايك. كده عملت لك الغسول وعملت لك الروتين الشد. فاضل ان انت تنفخي بشرتك. ما عنديش غير منقوع الحلبه، تنقعي معلقتين حلبه لمده ليله كامله، وبعد كده تاخديهم تضربيهم في الخلاط كويس جدا وتصفيهم، وبعدين تجيبي معلقه نشا وتحطيها في نص كوبايه ميه وتقلبيها كويس وترفعيها على النار لحد ما يبقى ملمسها كريمي، ولما تنزليها من على النار وتضيفي عليها مخفوق الحلبة او اللي احنا عملناه ده، وتعززيهم بمعلقه خميره فوريه ومعلقه جل صبار، وتعيني العلبه دي برضو في التلاجة وتستخدميها. كده يبقى نفخنا وشدينا بشرتنا وعالجناها من الحبوب ومن كل حاجه، وروتين ببلاش، اللي بلاش مش هيكلفك حاجه، وهتبقى بشرتك شكلها طبيعي وناتشورال وحلوه جدا، ومن غير حقن ومن شكشكه ومن غير اي مخاطر من اللي بنشوفها في الناس اللي احنا بنشوفهم عاملين كل حاجه ويجوا يعملوها صح تطلع غلط. وجربي. عايزه القناه توصل ل100,000، وشكرا، ويا رب ما كنتش طولت عليكم. اعملي تحدي الاسبوع ده وتعالي نتقابل بعد الاسبوع ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.